شاه فارس، فرعون مصر، سيد اسيا، كلها القاب كانت لواحد كان في الاصل مدمن خمر، نرجسي بيعبد نفسه، طالب الهويه، ما كانش بس عايز يملك الارض، كان عايز كمان البشر يعبدوه. اهلا بيكم في فيديو جديد من التاريخ في فخ الادمان. الأول كده كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. لو أنت من محبين الإسكندر فأنت الفيديو ده هيفاجئك. نفهم شخصية الإسكندر إحنا محتاجين نرجع بالزمن لورا سنة 365 قبل الميلاد، بالتحديد في بيلا عاصمة مقدونيا. اتولد الإسكندر كالأخ السابع لأبوه فيليب الثاني. أبو الإسكندر كان معروف عنه إن هو مزواج وبيحب العلاقات. نشأ الإسكندر واستحق لألغاز، شايف والده بيشرب الخمر ليل ونهار وبيعمل علاقات مع كل الناس، والدته أولمبياس بتعمل طقوس سحر، بتنام وسط الافاعي. وزرعت في دماغ الاسكندر فكره مرعبه: انت مش ابن فيليب، انت ابن زيوس، انت نص بشر ونص اله. في مقدونيا كان السك هو عنوان الرجوله. الاسكندر بدا يشرب الخمر وهو مراهق، كان بيدخل في مسابقات عشان يثبت ان هو احسن واحد في اخواته. بس فيليب الثاني كان مش مفضل الاسكندر لان هو ما كانش مقدوني كامل، والدته ما كانتش مقدونيه وكان بعيد كل البعد عن حكم مقدونيا. وهنا احنا بنتكلم ان الادمان ما حصلش للاسكندر صدفه، دي كانت تربيه مقدونيه بامتياز. سنه 336 قبل الميلاد بيتم اغتيال الملك فيليب على مرأى ومسمع من الاسكندر، وفي مصادر بتقول ان الاسكندر كان عارف بالمؤامره هو واصدقائه، بدليل ان بعد كده حصلت مجزره جوه القصر. الاسكندر قتل حتى كمان اخواته الرضع، وشاف بنفسه والدته وهي بتذبح اخواته الباقيين وبتجبر زوجة ابوه الثانيه ان هي تنتحر بدون اي رد فعل. ولكن الاغتيال ما كانش جسدي بس، الاغتيال كمان كان معنوي. كان دايما بيقول ان والده ده كان مجرد خادم مهد له الطريق انه يوصل للحكم، وده ما كانش ابويا، انا ابن الاله زيوس. وبدا ينهي كل تواجد لوالده في المملكه. كسب ولاء الجيش، كسب ولاء الجنرالات، كسب ولاء الشعب. دايما كان عند الاسكندر نظره انها لازم اوصل لاخر العالم، وبدا يكتسب ثقافات جديده، وفضل في مطارده طويله جدا مع الفرس. وفي خلال احتلال والمدن الفرس لقى عندهم طقس غريب جدا، ان هم بيسجدوا للملك وبيعاملوا الملك ان هو اله. فالاسكندر ساعتها قال لك صوت قشطه، انا كمان اله، اسجدوا لي. ولكن برضه لقى عندهم حاجه تانية: الغلمان المخصيين. عشان برضه ما نروحش لحته بعيده، ايامها كان الموضوع عادي جدا ان يبقى في علاقه من راجل وراجل، بالعكس ده كان نوع من انواع الثقافه. ولكن الاسكندر كان الموضوع عنده مبالغ فيه جدا، لدرجه ان في مصادر بتقول ان هو كان بيوقف الرجاله بالطابور وبينقي منهم واحد ينام في حضن. دايما كان في مشاكل بينه وبين زوجته بسبب الموضوع ده، انه بيفضل عليها الغلمان. وده مش كلام ده كلام المصادر والكتب. بس الواقعة الشهيرة جدا في حفلة عامة قدام الجيش بتاعه كله، الاسكندر مسك غلام مخنث اسمه باخوس، وده كان اقرب واحد ليه، وقبله قبلة طويلة وحار. دايما كان بيقول للجيش بتاعه: انا فوق التقاليد بتاعتكم، انا مختلف عنكم تمام. وهنا كانت بدأت الانسلاخ من الهوية، وبقى بيقضي ليالي في حفلات سكر مجنون. وفي ليلة واحدة مات 41 جندي من تسمم الكحول. وفي ليلة تانية وهو سكران طينة امر بحرق قصر بيرسبوليس الاسطوري عشان يفدي عاهرة كانت معاه. شخص واحد كان هو اللي بيقدر يمسح وجع الاسكندر: هيفايستيون، رفيق الطفوله والعشق اللي الاسكندر ما كانش بيداري هوسه بيه. لما مات صديق الاسكندر المقرب، الاسكندر اتجنن وامر باعدام كل الاطباء اللي كانوا مشرفين على العلاج، وحلق شعر الخيول ودخل في حداد. هنا بدا يخش في حاله البارانويا، والدم بقى منهجه مش السكر بس. وفي ليله تانية من السكر في سمرقند، وبسبب كلمه واحده القاها اعز اصدقائه كلايتوس، الاسكندر سحب الرمح بتاعه وقتل كلايتوس. ولما فاق قعد 7 ليالي يبكي ويصرخ، وكان بيحاول ينتحر. وجنون الاسكندر ما وقفش عند هنا. لما الاسكندر لقى ان الجيش بتاعه بدا يتمرد عليه ويعترض على قراراته، وبيقول له: انت بتنسلخ من هويتك وتصرفاتك دي تصرفات مجنون. وتخيل معايا ان الفتره اللي هم كانوا عايشينها دي بيقولوا على الاسكندر مجنون، اللي هو كان مباح عندهم حاجات كتير قوي استحاله احنا نعملها دلوقتي. رد عليهم الاسكندر قال لهم تمام، وعمل لهم لايك، جرهم في صحراء ودوريد. ما كانتش رحله عوده، دي كانت مصلحه تأديب. خسر هناك الاف الجنود بسبب العطش والجوع. بس ازاي تنتقدوا الاسكندر؟ كان بيمشي قدامهم ببرود وهم بيموتوا حواليه، انه بيقول لهم: لو رفضتم تتبعوني للجنه هجركم ورايا للجحيم. وصل الاسكندر بابل وهو حطام انسان سنه 323 قبل الميلاد، وقع قدام عدو ما قدرش يهزمه بالسيف، فخ الادمان والسم. وهو بيموت وهو عنده 32 سنه سالوه: المملكه لمين؟ رد عليهم وقال لهم: للاقوى. التاريخ بيحكي عن فتوحات الاسكندر وبطولاته، بس الحقيقه بتتحكي في الكاس.
وفي العيله الخمراء بتاعته وفي المخنثين اللي كان بيعاشرهم، وايده اللي متغرقه بدم اقرب الناس ليه. ده كان الاسكندر الاكبر، الانسان اللي حاول يبقى اله ولكن الادمان نهى حياته. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش بقى اللايك الشير والكومنت، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، واستنوني في فيديو جديد من التاريخ في فخ الادمان.